السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما ندخل في الفيديو أنا آسف جدًا، 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 جدًا إن أنا اتأخرت جدًا في تنزيل الفيديوهات، لكن ده والله غصب عني تمامًا. ربنا سبحانه وتعالى رزقني بأزمة صحية موجودة معايا لحد دلوقتي، يعني وأنا باسجل الفيديو دلوقتي ما زلت تعبان. ليه دخلت عشان أسجل فيديو؟ عشان 4 حاجات. الحاجة الأولى وهي أهم حاجة فيهم إن إحنا ندعي لأهلنا في سوريا، ده أكتر وقت هم محتاجين فيه الدعاء. الزلزال حاجة صعبة جدًا، في كمية فيديوهات شُفتها أنا فضلت أعيّط ما قدرتش أمسك نفسي، فيديوهات فعلًا، فعلًا فظيعة، ربنا ما يكتبها عليهم تاني وربنا ما يكتبها على أي حد إن شاء الله. لو عرفت تتبرّع لهم ما تترددش، الدعاء طبعًا مش محتاج أقول لك، الدعاء أسهل حاجة تعملها وأنت بتصلّي تدعي لهم، وأنت في الشارع ادعي لهم. لو عرفت تتبرّع لحد مثلًا سوري هنا يوصّل الفلوس لحد هناك موثوق فيه هيوصّل الفلوس للناس اللي محتاجاها، ما تترددش أبدًا تعمل كده، واطلب من أصحابك، الدال على الخير كفاعله. يعني لو دلّيت حد على خير هو عمله هتاخد زيه بالضبط كإنّك أنت اللي عملته، حاجة بسيطة جدًا أهي. طيب، الحاجة التانية اللي أنا دخلت عشان أسجّل فيديو إن أنا أسلِّم عليكم، يعني مبدئي كان من أول يوم فتحت فيه القناة إن أنا أنزّل فيديو كل يوم، وكنت عامل حسابي على كده، بس طبعًا أنت بتشوف الظروف، الواحد مش عارف إيه اللي ممكن يحصل له، وده علّمني درس كويس إن أنا كان المفروض أسجّل مجموعة فيديوهات كتير وأعمل حساب يوم ممكن يومين 3 أتعب فيهم أقدر إن أنا أنزّل فيديوهات في ميعادها، عشان ما نقطعش التواصل وعشان نمشي على نفس المبدأ اللي أنا كنت عايزه. الحاجة التالتة هي فكرة من الأفكار اللي جات لي، لمّا تعبت بعدت عن الجهاز، لمّا بتبعد عن الجهاز بييجي لك أفكار حلوة جدًا، قعدت أكتب محتوى كتير ناوي أعمله في القناتين بتوعنا الفترة اللي جاية بإذن الله لو لينا عُمر، وإن شاء الله هيفرق معاكم جدًا. من ضمن الأفكار دي نويت إن أنا أعمل playlist فيها ترشيحات لكل القنوات اللي قابلتني في حياتي، أي قناة استفدت منها ولو بفيديو واحد هاتكلم عنها. البلاي ليست دي ملهاش علاقة بالسلبيات، مش هتكلم عن قناة وايه العيوب اللي فيها ولا اعمل لها ريفيو ولا مراجعة ولا الكلام ده كله، انا هجيب لك قناة اقول لك القناة دي جميلة بتقدم كذا وكذا وكذا وعجبتني واستفدت منها كذا وكذا وكذا حتى لو كان فيديو واحد بس. نويت ان انا افكر كده معاكم هل اكتب اسم القناة في عنوان الفيديو ولا اخلي الموضوع تشويقي كده واكتب يعني جملة معبرة عن القناة بحيث انت تدخل كده تتشوق يعني وتعرف ايه هي القناة. وده على فكرة الموضوع ده صعب لان انت ممكن تلاقي قنوات مش عارف تقول عنها ايه، فكتابة اسم القناة في عنوان الفيديو اسهل بكتير. اكتب لي في التعليقات لو عندك فكرة افضل او اكتب لي في التعليقات مين في الخيارين الافضل بالنسبة ليك. طبعا يا شباب انا ليه بستشيركم في الفكره عشان احنا ما نستغناش طبعا عن رايكم والفيدباك او الملاحظات اللي هتقولوها هتطور ان شاء الله الفكره. لما اجي باذن الله اشير قناه معينه في فيديو ممكن طبعا حضرتك ترشح قنوات انت بتستفيد منها لان انا اكيد مش عارف كل القنوات اللي في الدنيا، وطبعا هاخد القناه هقلب فيها شويه حلوين كده عشان لما اجي اتكلم عنها ادي صاحبها حقه وما انساش اي حاجه طبعا، وهنشيرها بعديها باذن الله. طبعا يا شباب هاجي تاني واقول زمان شيرت قناة كده كانت خاصة بالتصوير واكتشفت ان صاحب القناة من الناس اللي في مشاكل جامدة جدا عليهم والبلد اللي هو فيها والكلام ده كله، فطبعا لغيت الترشيحات. فطبعا يعني مرحب جدا بان انت لو لقيت اي حاجه من اللي انا شيرتها فيها مشكله او في خلاف على صاحبها او على القناه او على اي حاجه فورا تقول لي وانا ما عنديش ادنى مشكله وهشيل الترشيح ده تماما، يعني مفيش مشكله وما تترددش يعني خالص. دي الحاجة التالتة واللي طبعا محتاج منكم أي اقتراحات تفيد الفكرة يعني اكتبها لي في التعليقات ويبقى جزاك الله خير. الفيديو طبعا إن شاء الله هيبقى دقيقتين 3 مش هيزيد عن كده على حسب القناة والمحتوى اللي فيها. رابع حاجة يا شباب هي إن أنا عايز أخد رأيكم في النضارة. لو النضارة عجبتك اكتب لي في التعليقات، ولو ما عجبتكش وشكلها وحش عليا اكتب لي برضو في التعليقات مش هزعل يعني خالص. ان شاء الله يا شباب نشوفكم على خير في اول فيديو من الافكار الجديدة بتاعتنا. ما تنساش قبل ما اقفل الفيديو تدعي لاهلنا في سوريا. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.